يحيى عطية الله ومحمد بن رمضان كنا على طول بنطلع نقول ان اقترب توقيع الاثنين، ولكن لما الاثنين بيوقعوا انت بتبقى اديني في الصفقات. اللي خلص بنسبه مليون في الميه هو يحيى عطية الله. خلاص يحيى عطية الله خلص كل حاجه مع الاهلي ومع النادي بتاعه، والنادي بتاعه نفسه هو اللي طلع بيان وقال ان احنا موافقين ان يحيى عطية الله ينضم للاهلي على سبيل الاعاره. وده اللي يشكر عليه يحيى عطية الله اصلا. يعني عايز اقول لك ان يحيى عطية الله هو اللي خلص صفقته بنفسه، لان هو اللي ضغط على اداره ناديه علشان يجي النادي الاهلي. فاحنا يا ابني اللي بيشترينا بنشتريه، من حبينا حبيناه وصار متاعنا متاع. فالصفقه الاولى يحيى عطية الله، مع ان انا مقتنع جدا بكريم الدبيس وعلى اقتناع تام ان الواد ده لو لعب هيكسر الدنيا، ولكن كريم الدبيس حتى لو كولر اقتنع بيه، وانا اتمنى ان كولر يقتنع بيه، مش عارف هو مش مقتنع بيه ليه اصلا، كان هيبقى المفروض لازم يكون له بديل، لازم يكون له بديل، او لازم يكون واحد اساسي وكريم الدبيس بديل. بس كريم الدبيس يبقى في الصوره. يعني يحيى عطية الله هيجي هو اللي هيبقى الاساسي، حط كريم الدبيس في الصوره بقى، حطه في الصوره. يعني مثلا انت بتلعب في الدوري ممكن تديله 20 دقيقه، ممكن تديله، ولكن كريم الدبيس من اللعيبه اللي لازم تاخد فرصه، لازم تاخد فرصه. وفي نفس الوقت ما ينفعش انت تمشيه، لان انت ما عندكش باكات شمال دلوقتي غير يحيى عطية الله. ما تقوليش كريم فؤاد، كريم فؤاد جامد جدا وسادد الحته ديت ومخليها ولكن ما عندوش اساسيات. الباك الشمال اللي هو يلعب برجله الشمال وبيرفع برجله الشمال اللي على جبهته وهو بيجري، لا ده عشان يرفع. احنا كلنا ملاحظين ان كريم فؤاد اصلا عشان يرفع اوفر لازم يعدل على رجله اليمين وبعد كده يرفع. ادي لكل واحد في حتته يا عم كولر، ابوس ايد. الصفقه الثانيه محمد بن رمضان. بص هو محمد بن رمضان بنسبه 95% مخلص في الاهلي. يعني محمد بن رمضان لسه فيه رتوش اخيره، ولكن يحيى عطية الله يعتبر خلاص خلص. محمد بن رمضان بقى اللي يقهرني ان نادي الزمالك داخل يعلي عليها الصفقه. يعني انت كنادي زمالك، يعني انت داخل اصلا كنادي بصورمي، انت داخل تعلي عليها الصفقه ليه؟ انت لا معاك فلوس تشتري محمد بن رمضان ولا ده. محمد بن رمضان نفسه لو عمل سيرش على جوجل هيلاقي كل اللعيبه اللي جولك او اللي انضموا لك في الفتره الاخيره شاكينك عشان ياخدوا مرتبات. يا جدع ده انت مش عارف تجيب اسحاق ويعقوب وسعيد وصنبوري، داخل تنافسنا على صفقه يحيى عطية الله. يا عم طب افترضنا ان انت معاك فلوسها، انت شايف ان يحيى عطية الله هيسيب الاهلي وهيروح الزمالك؟ اما نادي صورمو بصحيح